لو بتقعد على الكمبيوتر كتير فانت اكيد بتشتكي من الم في الرقبه. الفيديو ده عشان نقول لك ليه قعدتك على الكمبيوتر كتير بتسبب لك مشاكل في الرقبه، كمان عشان نقول لك شويه حاجات كده محتاج تعملها عشان تقلل الالم ده وتعالج مشكله رقبتك. خليني الاول اقول لك ايه الاعراض اللي انت بتحس بيها. الم متيبس في الرقبه والكتف، الم اعلى العمود الفقري وبين لوحين الكتف، وبتحس بزغلله وشويه صداع كده. طب ايه اللي يسبب الالم ده؟ وزن راسك على رقبتك حوالي 5 كيلو. ده في العادي لو انت في العادي قاعد وباصص قدامك او واقف وباصص قدامك، انما كل ما توطي لقدام بيبتدي وزن راسك يتقل على رقبتك وبيحط حمل اكتر على الفقرات والاربطه بتاعه الرقبه، وبيوصل لما توطي خالص لحد 30 كيلو. خلينا نجرب مع بعض نمسك ازازه زي كده ونحطها بالشكل ده على ايدك. ده في وزن راسك الطبيعي على رقبتك. كل ما تميل الازازه لقدام هيبتدي تحس ان الازازه بتتقل على ايديك. يعني جرب تعمل الحركه دي وقول لي حاسس الوزن اللي انت حاسس بيه على ايدك دلوقتي هو زيه زي لما كانت كده ولا في تغيير؟ طب تعمل ايه عشان تتجنب المشاكل دي وانت بتقعد على الكمبيوتر كتير؟ اول حاجه اتحرك. جسمك متصمم عشان يتحرك مش عشان يفضل في وضع ثابت، فبالتالي حاول تاخد فواصل كل نص ساعة مثلا، تحاول تقوم تفرد ظهرك او تعمل شوية اطالات بسيطة عشان تحرك المفاصل والعضلات بتاعة رقبتك. الكرسي بتاعك حاول دايما الكرسي بتاعك يكون بيديك سبورت للظهر وكمان للرقبة. يعني طبعا اكيد مش هتفضل قاعد في وضع ثابت، بس حاول دايما تغير وضعية جسمك بحيث ما تبقاش موطي دايما لقدام، وحاول دايما ترجع تسند على ظهر الكرسي وتريح رقبتك عليه. كمان محتاجين نقول لك ان انت محتاج تخلي جسمك على طول سبورتد على المكتب اللي انت قاعد فيه او على مسند الكرسي اللي انت قاعد عليه. اكشف نظر لو عندك مشكله في عينيك هتبتدي ان انت تحتاج تقرب من الكمبيوتر، وبالتالي ده هيخلي رقبتك بيتحط عليها حمل زي ما احنا اتفقنا ويسبب لك الاعراض اللي احنا قلنا عليها. ارفع الشاشه قدامك. لو الشاشه تحت مستوى نظرك ده هيخليك توطي طول ما انت قاعد بتكتب او بتتفرج عليها، وبالتالي دايما حاول ترفع الشاشه بحيث تبقى في مستوى نظرك وانت قاعد على الكمبيوتر. سيب لنا كومنت قول لنا لو بتشتكي من اي مشاكل في رقبتك، وقول لنا قعدتك على الكمبيوتر بتزود الوجع معاك ولا لا، وقول لنا عملت ايه عشان تقلل الوجع اللي انت بتحس بيه بسبب قعدتك على الكمبيوتر. ما تنساش تشوف الفيديوهات بتاعتنا على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وما تنساش تنشر الفيديو عشان يفيد ناس تانية، وتعمل لنا لايك اكيد للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك الفيديوهات الجايه كلها.